مساء النور الحبيبات ديالي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. الاحوال ديالكم طيبه كما العاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البنات كيف ما موضح في الفيديو غادي نقادو الميني بيتزا. كتجي واحد العجينه غزاله قطنيه، كتجي واعره البنات، غير جربوها. انا غندير ميني بيتزا وغندير بيتزا كبيره هكا للفطور، وداك الميني بيتزا احتفظت بهم في الكونجيلاتور حتى نحتاجهم ونوجدهم. وهاد البيتزا البنات سهله، العجين ديالها بسيط بزاف، ما كاينش شي مكونات بزاف اللي غادي تحيروا فيها، يعني كتوجد بسرعه. ها هما الميني بيتزا، وهي البيتزا كبيره. وجدت معكم هادو غير باش نوريهم ليكم ونبقاو مع المقادير. نقبطوا الكسعه ديالنا القصريه ولا كل واحد شنو كيقولها، ولا بول، شوفوا نتوما فاش كتعجنوا. وغادي نديروا زلافه ديال الدقيق الابيض، ونزيدو الزلافه الثانيه، وغادي نديرو زلافه ديال الفينو. ديما البنات قياس ديال الفورس يكون نصو ديال الفينو، مثلا كيلو د الفورس نص كيلو د الفينو. عندي معلقه كبيره ديال سنيده، عندي معلقه ممتلئه مزيان ديال الخميره، عندي كاس ديال الزيت البلديه، كاس د الماء والحليب، الزعتر، مليحه. هنا البنات الحليب ضروري ندير له قطره د الخل بحال غادي نخسرو. البنات حاولوا الكاس ديال الحليب عمرو، انا راه حيت زدت شويه ديال الحليب. كنقبطوا داك المعلقه عامره مزيان ديال الخميره، وكنزيدوها مع سنيده اللي كتكون عندنا معلقه، ولكن ما تكونش عامره بزاف ديال سنيده. حولتهم لكاس واحد اخر، وعندي زيت البلديه نص كاس ديال العنبه، وعندي مليحه، وعندي الزعتر. هادشي اللي كاين. كنوضع نواشف، كنوضع مليحه، وكندير داك الزعتر. وعاد دابا غادي نديرو الزيت بلديه. بغيتو نتوما ديروه، المهم نص كاس. بغيتو ديروا الزيت الروميه ديروا الزيت الروميه اللي متوفر لكم ديروه، ولا خلطوا بيناتهم. صافي كنحاول نبدا نخلط داك العجينه ونشوف الخميره ديالي تفاعلات كيف ما موضح لكم. وغادي نديرها هكا سنيده، والخميره دغيا كيتفاعلوا كتعطينا واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. وضروري البنات لما كانش عندكم الحليب ديروا اللبن ولا دانون مسوس ولا القشده، حتى هي كتجي بها زوينه. كنعجنوا العجينه ديالنا، كنحاولوا هكا تكون العجين ديالنا ما تكونش خفيفه، ما تكونش قاصحه، تكون متماسكه هكا، من ما كتلصقش لينا. نخليوها تختمر البنات شي نص ساعه هكا، وندوزو نصيبوا واحد الصلصه ديال البيتزا كتجي غزاله البنات. عندنا مطيشه قياس شي 5 المطيشات ولا 4، كنخليهم بالقشر ديالهم بالزريعه ديالها. كندير واحد البصله صغيره كنقسموها هكا على 4. كنديرو الثومه بالقشور ديالها، حيت هادشي كامل غادي غسلناها ودرناها، حيت كلشي هادشي غادي يتطحن وغادي يتصفى. غير تبعوا معايا. كنديرو معلقه ديال الزعتر، اي منسم بغيتو كنديرو معلقه عامره، بغيتو ازير، بغيتو المهم اي منسم بغيتو ديروه. كنديرو شويه د الملحه، كنديرو شويه د القزبر مع الدنوس. البنات في هاد الاثناء الا بغيتو ديرو شي خيزويه هكا صغيره، جزره حبه صغيره، انا ما كانتش عندي صافي ما درتهاش. نخليو نديرو زويته بلديه، ما شاركش معكم زويته بلديه ولا زويته روميه المهم. وغادي نديرو شويه ديال الابزار، نخليوها تقلى لينا. كتجي هاد لاصوص خطيره البنات. وكنزيدو شويه ديال التحميره قياس معلقه صغيره. كنخليو هاد المطيشه والبصله وكل شيء يتقلاو مزيان كيف ما موضح في لا فيديو. وغادي نزيدو واحد المعلقه ديال الدقيق. ما تخافوش البنات، غير زيدوا الدقيق كيعطيه واحد، هو اللي كيعطيه واحد القوام هكا خاتر، كيجيبها زوينه بزاف. صافي من كنديروا داك الدقيق وكنحسوا به طاب لينا شويه، صافي في هذا الاثناء كنرويو الصلصه ديالنا المطيشه وداكشي. كنديروا الكميه الكافيه ديال الماء، وكنزيدوا واحد المعلقه عامره ديال صلصه الطماطم. المهم دابا وغادي نخليوها نحركوها مزيان ونخليوها طيب على خاطرها هكا. كتبقى حتى كتغلى وتعاود كنحسوا بداك البصله ومطيشه كلشي طاب البنات. غادي نطحنوها في ميكسور وغادي نصفيوها كيف ما شفتوا. كنديروها في مصفات وكنبقاو نحركو هي هكا بشويه بمعلقه خشبيه ولا بفويه صغيره، المهم حتى كتصفى لنا كامله البنات. صافي كنبقاو نصفيو حتى كيبقى لنا غير هاد البقايا. صافي غادي نرميوهم. وما تخلعكمش هاد اللون البنات، راه غادي نزيدو مطيشه د الحك.
الا كنتو درتو خيزو غيجي اورانج كتر من هكا. وما نزيدو المطيشه شي معلقه ونص هكا عامره ولا معلقه ممتلئه مزيان كبيره. انا عندي هاد المعلقه كبيره اللي كنستعمل. صافي كنردوها فوق النار وكنخليوها طيب حتى كتقلى لينا نشوفوا القوام اللي بغينا حنا. صافي تبقى هكا حتى كتختار كتجي زوينه البنات وكتصبر مده طويله ما بين 15 يوم حتى ل 20 يوم في الثلاجه. ولكن خاص ضروري البنات تتبعوا وتشوفوا الطريقه اللي غادي ندير انا باش تبقى صابره ليكم في الثلاجه لمده اطول، ما تنفخش وما ديرش داك القشره. المهم ما تفسدش ليكم وما تحماضش. كنقبطوا قبل ما نكونوا كنصايبوا البنات الصلصه نقبطوا. كنديروا السطح ديال العمل اللي فيه الفورس والفينو بجوج البنات وكنحاولوا نقرصوا. بغيتو بيديكم ولا بالدلاك ماشي مشكل، شوفوا نتوما وشنو بغيتو. انا غنحاول هكا حتى غادي نطلقها مزيان. ضروري البنات ديروا الفورس والفينو حيت باش كتجينا لاباط ديالنا واقفه. صافي وكنقبط هاد لو سيركل هذا ديال الحرشه. شوفوا القياس اللي بغيتو زلافه كاس، شوفوا القياس اللي بغيتو نتوما. صافي هكا هو القوام حيت راه فيها الخميره غتزيد تنفخ لينا شويه. صافي كنبقى هكا مستمره حتى كنكمل كلشي اللي عندي ديال العجين اللي بغيت نديرهم هكا ميني بيتزا ولا بغيتو ديروهم بيتزات كبار هكا دائريين بحال اللي كيتباعوا ديروهم واحتفظوا بهم في الثلاجه. راه كتبقى زوينه بصراحه وكتنفع. صافي من بعد كنديرهم هكا في الطاوه ديالنا كنرشها بالدقيق ولا ديروا لها البابي سورفيليزي اللي بغيتو. كنتقبهم هكا وكندخلهم للفران غير كيتشمعوا البنات كيف ما موضح لكم في الصوره. الا كنا غنحتفظوا بهم غير يتشمعوا لينا غير يدخلوا شويه ونخرجوهم ما نخليهم ياخذوا لا لون لا حتى شي حاجه وكنجمعوهم ديك الساعه. انا طلقت العجين الكبير اللي غادي نفطروا به ان شاء الله. طلقتهم هكا ما كفانيش زدت طلقت وحده ودرت لها بحال شكل الاطار. هانتوما غتشوفوا شنو غادي ندير فيه. غادي ندير فيه الفرomاج موتزاريلا ولا اي جبن عندكم حتى الا كان جبن ديال الدان نديروه في بوش وخرجوه كتجي زوينه بزاف البنات. هكا كنعاود ندير على داك لو سيركل كامل اللي عندي. بغيتو ديروا هادي ديروها ما بغيتوش ديروها تستغناو عليها. انا غير كفكره وصافي حيت فايته مجرباها وكتعجبني. كيجي داك الفرماج خصوصا الا كانت سخونه كيجي داك الفرماج سايح من كتقطعها كيجي بحال بيتزا هات كتجي زوينه بزاف بحال بيتزا د المطاعم. صافي كنحاول نقرص هكا بيدي باش ما يتنفخوليش ما ندخلهم للفران. صافي بحال هكا وغادي تاهي ندير لها الشوكه نتكها كامله بشوكه باش ما تنفخش. من بعد ما خرجت هادو اللي غنحتفظ بهم غادي نخلي واحد القليل غادي نشاركهم معكم نديرهم في غادي نديرهم لاصوص وغادي نطيبهم والطباقي غادي نديرو في كونجيلاتور وغنحتفظ به من نبغيهم نجبدهم. هكا كينفعوني حتى لبنتي في ليكول كنبقاش كنفكر شنو كندير لها. صافي شو لاصوص ديالي كي جات عاقده وزوينه البنات غير جربوها كتجي خطيره جدا غتولي معتمده عندكم. وانا البيتزا ديالي من ساليت انا بغيت نرش على داك شويه ديال الفورس والفينو باش كتجي واحد المنظر في التالي زوين كيعجبني. صافي درت لاصوص درت الجبن درت الجبن هو من التحت ونعاود نديرو. درت البصله اختياريه مشحره ودرت الطون. كتبقى الحشو على شنو نتوما بغيتو. كندير هكا شرائط ديال الفلفله الا كانت عندكم فلفله الوان ديروها انا ما توفراتليش. وزدت درت الجبن كل كل بليصه درت فيها الجبن وخليت داك الفلفله هكاك باينه كيجي منظر زويون بزاف. وعجينه غزاله قطنيه غزاله البنات غير جربوها ولا درتوها غادي تعجبكم. كنا متاكدين تولي معتمده عندكم خليوها لي في الكومونتير ولا الهضره كتلف ليها البنات ما عرفتش علاش. المهم وهادو اللي صغار حتى ما درت لهم لاصوص ودرت لهم نفس الطريقه. انا ما كيعجبنيش نعمرهم كاملين بلاصوص كيعجبني نخلي داك الجنيبات هكا شويه بيضين.
صافي البنات هذه خرجتها راه ظلم الحال في هذا الأثناء، راه قرب يأذن المغرب يعني ظلام الحال شويه، داكشي غتبان لكم البيتزا شويه مظلمه ولكن راه جات خطيره جدا. شوف داك الفورس كيبقى من الفوق، انا عجبني ندير لها هذاك الطريقه، نتوما ما بغيتوش ما ديروهاش، جات غزاله. شوفوا غير الشكل ديالها جات كتشهي بصراحه. وهادو الميني بيتزات. صافي البنات حنا راه في الدقائق الاخيره دابا غادي تأذن المغرب، الله يتقبل منا الصيام وحتى نتوما بصحه فطوركم، شهية طيبة لكم كاملين. صافي البنات شوفوا البيتزا كي جات خطيرة جدا. المهم البنات كنتمنى يكون لا فيديو نال الاعجاب ديالكم، غير جربوا هاد العجين، لما جربتوهاش غادي تندموا، كتجي خطيرة جدا. نعاود نقولها لكم، سطروا على هاديك خطيرة جدا بالسيل احمر. كنضحك معكم البنات، ما تنساوش دعم القناه، جيم، تخليو شي كومونتير زوين، تبارطاجيوه مع الاصحاب ديالكم والاحباب والعائله باش كلشي ياكل بيتزا، وتفعلوا داك الجرس. وخليتكم على خير، تهلاو لي فراسكم، فيديو لاحق ان شاء الله. باي باي.